أهم مطالب العمال تكون في نقابة تحمي حقوقهم إن كان لهم حقوق في مصر، وفي كل القرى وكل الشركات وكل المدارس الخاصة المدرس والموظف بيمضي على استقالة من قبل ما يتعين. القرى السياحية؟ القرى السياحية والمدارس الخاصة وجميع أصحاب العمل بيمضوا على استمارة قبل ما يتعينوا، والمدرسين بيسرحوا من شهر 6، مش مالهمش مكافآت، مالهمش مرتبات، ولو حاول مدرس يطلب المرتب بتاعه بيقول له لا انت بتاخد مرتب اكتر من مرتب الحكومه اللي بيعمله، ودون عشان ما فيش حد ادنى واقصى للاجور ولا ربط بين الاسعار وبين الاجور. والقرى السياحيه الاداره اللي فيها اغلب القرى السياحيه 99% من القرى السياحيه ما فيش اي حق عامل بيؤخذ فيها على زي ما بيتكلموا، ولا 12% ولا الكلام ده، وبيحاسبوهم وممكن يشتغل ب 16 ساعه وما يقدرش يطلب حتى زياده للمرتب. هو ده اللي اتكلمت فيه المدام غاده، هو ده الفاشستيه والقمع بقى، هو ده القمع والفاشستيه والارهاب. يعني ايه يكون واحد عامل وصاحب عمل ما يديهوش مرتبه وفي نفس الوقت يمشيه زي ما هو عايز؟ هو ده ان هو يتلذذ ان هو ازاي يمشيه وازاي يتحكم فيه. ومين اللي مش عايز يفعل قانون النقابات ده؟ مين يعني بقينا رؤساء جمهوريه عشان ما نفعلش قانون نقابات؟ ده احنا هنطلع وهنتكلم وهنعلي صوتنا زي الاول واكتر، لان هو ده ما يعتبرش فلول، ده يعتبر فلولي فاشستي. محمد مرسي فلولي فاشستي ارهابي قمعي. شكرا. لا اتكلم. لا كلمني ماشي. ما اتكلم باسم العمال اللي هم ما ياخدوا اجور غير موافيه وغير كافيه اصلا وغير مكافئه لتعبهم. يعني الواحد يشتغل الشهر مثلا ياخد 800 جنيه، ياخد 750، يقبض الشهر بقى يجي اخر الشهر عايز يشتري وعايز يروح يعني ما يربطوا الاجر بتاع العامل اذا كان في اي مصلحه حكوميه او في اي مصلحه خاصه، مطعم او اي مصلحه خاصه. ما يربطوا الاجر بالانتاج بتاع صاحب المطعم بس، مش ما يربطوا الاجر بالغلاء بتاع الاسعار. طب ما انا مقبض المرتب قد جديد، بعد كده ما اطلع عايز اشتري حاجه لنفسي ما ابقى سعرها قد جديد، عايز اشتغل شهر ثاني على قد مرتبي عشان اشتري لي حاجه واحده. فحرام يعني يبقى في عدل في الاجور مش اكثر.